وصفتنا النهارده محشي الكرنب. سلقنا الكرنب وقطعناه بطريقه منظمه، حتى الورق الاخضر ما رمناهوش. بتحشيه بيبقى طعمه حلو جدا، وكمان ممكن ان انت تحطيه في قعر الصينيه او الحله. اول حاجه حبايبي هنزل هنا، جبت الورق الاخضر هرصه هنا في قعر الحله. الحله هنا مش بتلزق، بس لو عندك الحله بتاعتك بتلزق هتحطي الورق الاخضر حمايه للمحشي اللي هو متلسعش منك. هنا بقى الخلطه بتاعتي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات. هلف بقى لورقه الكرنب. كله بقى بيشتكي من اللف، صعب جدا، مفيش اسهل من كده. اللي انتي بتاخدي معلقه على قد الورقه وبتلفيها، وبطريقه منظمه، يعني سهله جدا. او انت ممكن تقفليها من جنب وبتسيبيها من الجنب التاني عشان ما يخرجش منها الرز. وبكده هنلف احلى طاجن كرنب وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا القلب الجميل. يلا بينا على السوا.